انا عملت اصيع حاجه ممكن تتعمل وانت بتتفرج على الفيلم ده. انا شفته تصوير سينما من على موقع ايجي بيست. عارف ايجي بيست اللي مكسر الدنيا؟ انا اللي عامله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ دي مراجعه ايجي بيست. مبدئيا كده يا جماعه، انا واحد من جيل ايجي بيست. طبعا عن 30 سنه انا شفت ايجي بيست وما قبل ايجي بيست كمان. انا كنت على طول مزيكا توداي وماي ايجي والحاجات دي كلها، انا كنت دايس فيها وبحمل افلام، وكنت بحمل افلام تورنت وبنزل الترجمه بتاعتها من على النت وبعمل الكلام ده من زمان جدا. ولما ايجي بيست طلع بصراحه دوست فيه وكنت بتفرج والدنيا كانت تمام، وزعلت لما اتقفل. ولما عرفت ان في فيلم نازل عليه فرحت جدا وكنت مستني. وانا بتفرج على الفيلم بصراحه جات لي اكتر من حاجه في دماغي. يعني انا جالي اولا في افلام كتير جت في دماغي وانا بتفرج على الفيلم دوت، زي ريفرنس كده، ايه ده الفيلم دوت فكرني بالفيلم الفلاني او فكرني بالفيلم الفلاني. وكمان قلت هل هراجع الفيلم ده بالطريقه الكلاسيكيه، اتكلم على الممثلين، بعد كده اتكلم على السيناريو، وبعد كده اتكلم على الاخراج والكلام دوت، ولا اراجعه زي ما براجع على طول. انا طريقه المراجعه بتاعتي يا جماعه مختلفه، وبحاول اخليها مختلفه عن بقيه المراجعين اللي موجودين، لسبب ان انا عايز اكون بقدم حاجه جديده. فالناس اللي داخله مش قادره تفهم اللي انا بقوله على دماغي فوق دماغي والله. يعني انا مقدر وفاهم ان انا ممكن اكون بقول كلام تحسه مش راكب على بعضه، بس هو ده اولا اسلوبي في الشرح لما اجي بتكلم مع صحابي. ثانيا ان انا دارس الحاجه اللي انا بقولها دي والله العظيم. يعني انا دارس اخراج فتره طويله ومكمل فيه، وان شاء الله هو دوت هيبقى مجالي. فانا دارس اللي انا بقوله ده، فانا مش بقوله كده وخلاص. ممكن يكون متلخبط، مش قادر اوصل الفكره بالظبط تمام، بس انا ما بحبش جو اللي هو ايه، اخد الممثلين اتكلم عليهم بس. انا بتكلم في العام وبعد كده في النص بتكلم عن النقط دي. يعني النقط دي بتكلم عليها، يعني في وسط الكلام بتاعي بتلاقيني بتكلم عن الممثلين وبقول كل تمثيل كل واحد عامل ازاي، وفي وسط الكلام تلاقيني بتكلم على السيناريو عامل ازاي، في وسط الكلام تلاقيني بتكلم في الاخراج عامل ازاي. واصلا بقى الطريقه ديت هي الطريقه الصح في وجهه نظري، عشان هو ده الاخراج اصلا. المخرج ما هو الا عنده العناصر دي كلها وبيوظفها. فهو بيوظفها ازاي؟ هو اللي بيمسك حاجه حاجه، هو بيوظف كله مع بعضه. هو المخرج شايف الاضاءه، شايف التمثيل، شايف يعني انا ممكن ما اكونش احسن واحد في الدنيا بيعمل اضاءه، انا مش مدير تصوير، اوكي، بس المخرج بيبقى جواه فيجن في دماغه، عنده فكره، بيروح جاي قاعد مع مدير التصوير، والله انا عايز المشهد دوت الزاويه الفلانيه، الحجم الفلاني، آه، تجيب لي مثلا الخلفيه يبقى فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، والاضاءه بتاعتها يبقى شكلها كذا، وممكن اديله في ريفرنس اقول له انا عايز الاضاءه شبه الاضاءه دي، مفيش مشكله خالص. ويبدا مدير التصوير يكون لك الاضاءه ديت وانت تتفرج على المونيتور كده وتقول حلوه. ده دور مدير التصوير، ودور اللي انا الاحساس اللي عندي اعرف اوصله له. تمام، دور المخرج ان انا اقدر اوصل الاحساس اللي جوايا، سواء بقى للممثل او مدير التصوير او للكرو اللي شغال معايا ده كله، عشان هي الشغلانه مش وان مان شو، هي شغلانه جماعيه. فاتمنى اسلوبي يكون واضح، لكن المره دي هحاول اخدها بالاسلوب الكلاسيكي ونبدا بالممثلين. انا اتفاجئت بصراحه بمروان بابلو، اتفاجئت بيه جدا. يعني مروان بابلو ادانا شخصيه حلوه بتتكلم بطريقه عاديه. انا اصلا حسيت ان مروان بابلو جاي هنا بشخصيته، يعني هو ما حاولش يتفزلك، ما حاولش يعمل كاركتر، وهو لسه اول مره هيمثل فمش عايز يطلع اللي هو شكله غريب وكده. فهو عمل الطبيعي، عمل السهل، وعمل الصح في وجهة نظري. كأنه جاي بستايله وبلبسه وباسلوب كلامه وبيتكلم فيه وممثل حلو، وادانا يعني اللي هو ايه، ادانا السبعة من عشرة اللي احنا محتاجينها، اولا من شخصيته اللي هو السايد كاركتر بتاعه، وادانا السبعة من عشرة اللي احنا محتاجينها برضو من اسلوبه ومن طريقته في التمثيل. احنا مش عايزين اكتر من كده، احنا مش عايزين منه انفعالات زيادة، مش عايزين منه تمثيل زيادة، احنا عايزين منه العادي. وهو ادانا العادي حلو ومتقفل كويس، واتبسطت منه وشفته بجد جامد جدا. وعندنا سلمى ابو ضيف، كالعاده سلمى ابو ضيف يا جماعه بتقدم شخصيات بقالها فتره بصراحه حلوه. مفيش يعني ممكن اشوف مشهد واحد كانت بتعيط فيه حسيته اوفر شويه في النص التاني من الفيلم قرب اخره كده، غير كده مفيش. ادائها كويس جدا، برضو عملت الحلو. كان في اداءات فيها شويه انفعالات شفناها عملتها حلو، كان في شويه انفعالات مش حلوه زي ما انا قلت، ادتنا برضو السبعة من عشرة الحاجه الحلوه. مفيش حد خايش في التمثيل عموما اصلا في وجهه نظري. حتى احمد مالك اللي جاي لنا بنفس الشخصيه بتاعته في سوا سوا. والناس بتقول كمان في ولاد الشمس، انا ما شفتش ولاد الشمس، لكن انا بدات ازهق شويه من اسلوب الكلام دوت. وانا شايف ان الشخصيه دي ما كانتش مستاهله اسلوب الكلام بتاع الشبحنه ده. هي من طبقه فقيره، من عيله متوسطه، ممكن اقل من المتوسطه،
لكن مش شرط تتكلم بالاسلوب دوت، خصوصا ان انت عندك صاحبك مش كده، مش بنفس الطريقه بتاعت الشبحانه دي. فمش عارف ليه انت خدت الاسلوب ده ومشيت عليه، وانا خايف اللي هو يكمل فيه. يعني هو كويس وبيقدمه حلو، والراجل ده يا جماعه بيمثل، هو اداني العشرة من عشرة بقى هنا، لكن مش عايزه يطول فيه عشان ما يلبس فيه ويفضل على طول ماشي بالكاركتر دوت زي ممثلين تانيين مثلا لما عملوا كاركتر معين فضل لابس فيهم وكل شويه يعمل نفس الكاركتر. لكن هو بجد تمثيل حلو جدا، انفعالات جميله، ادانا العشرة من عشرة اللي احنا عايزينها من احمد مالك، اللي هو كده كده هيدينا في اي فيلم حتى لو فيلم وحش هو عمل صح. فاحمد مالك كان جامد جدا. ميشيل ميلاد الكوميديا الحلوه المختلفه في وجهه نظري عن اللي قدمه، ممكن نفس الانفعالات نفس الطريقه بس مفيش مشكله، هو كاركتر مختلف تماما واسلوبه مختلف عجبني. ميشيل ميلاد عجبني، كان نفسي ياخد شويه اكتر عشان يدينا شويه كوميديا. الفيلم دراما تقيل بس فيه شويه كوميديا حلوين، عجبني حتى كوميديا طلعت من مروان بابلو كانت كويسه برضو. فعجبني الجو مع ميشيل ميلاد. وفي مشهد معين مع ميشيل ميلاد بصراحه ضحكني جدا، كانوا رايحين بيت كده كان جامد. ميشيل ميلاد عايش يعني، انا بحب ميشيل ميلاد وانا عايزه يكمل، مش عايز منه اي حاجه تانية غير ان انت تكمل. بس كده انا اتكلمت عن الممثلين تقريبا، اديت كل ممثل حقه. انا بحبش الطريقه دي انا قلت، لكن تعال نجرب المره دي نتكلم بقى في السيناريو. وانا بتفرج على الفيلم يا جماعه السيناريو والاخراج سوا عشان خاطر ما اعتقدش ان انا اقدر افرقهم عن بعض قوي. وانا بتفرج على الفيلم ده يا جماعه جه في دماغي اولا ذا سوشيال نتورك بتاع مارك زوكربيرج، طبعا عشان هو فيلم اولا فيلم جامد جدا. ثانيا في حته برضو اللي انت بتعمل موقع كده، باختلاف ان دوت الفيسبوك اللي قلب الدنيا اصلا من يوم ما اتعمل، ودوت كان ايجي بيست اللي قلب الدنيا برضو بس مع الاسف وقف. وانا بقول مع الاسف عشان خاطر ايجي بيست اثر فينا كلنا بصراحه، وهو بنى لنا القصه، قصه الصعود والهبوط بتاعه تقريبا كل الافلام اللي ممكن تكون شفتها الحلوه في حياتك. اول فيلم جه في دماغي وانا بفكر في قصه صعود وهبوط جامده جدا وقريبه ليها، حسيت كده نفس الروح، هو فيلم جود فيلس بتاع مارتن سكورسيزي. وحتى المخرج هنا استعمل اسلوب مارتن سكورسيزي المشهور، الاسلوب بتاعه المميز اللي هو الفويس اوفر او الناريتور، اللي هو يبقى فيه واحد بيتكلم في الخلفيه وانت بتشوف مشاهد قدام عينك بتحكي بشكل او باخر اللي بيتقال او بتقول لك حاجات داخليه مختلفه عن اللي بيحصل قدامك على الشاشه. استعمل اسلوب حلو جدا، واسلوب الناريتور يا جماعه مش سهل اللي انت تستعمله كمخرج، مش سهل. انت هتحس بس اللي هو ايه، لو اسلوب الناريتور موجود او الحاكي او الراجل اللي بيحكي القصه تحس اللي هو طب ما تخليه بقى يحكي واحنا نقعد نسمعه. مارتن سكورسيزي بيخرج بالطريقه دي طبعا بعبقريه شديده عشان هو مارتن سكورسيزي احسن مخرج في التاريخ في وجهه نظري، فهو بيقدر يخرج من القصه دي. ده هو بيوظف الناريتور اصلا جوه المشهد اللي انت بتشوفه، زي المشهد الشهير جدا بتاع جود فيلس لما كان بيعرف الشخصيات وكل شخصيه مشهوره بايه. دي مش حاجه سهله ان انت اصلا تفكر تعملها، فما بالك بقى ان هنا وصل لها بنسبه كبيره جدا. والناريتور كان حلو، احمد مالك كان حلو جدا في الناريتور، كان بيأديه بشكل كويس وفاد جدا الفيلم في وجهه نظري، وخلى الفيلم ليه طابع مختلف وطابع عالمي مش متعودين عليه في مصر. يعني انا في مصر ما شفتش كتير اسلوب الناريتور دوت بيتعمل، او افلام كتير فيها الاسلوب ده. ولو بيتعمل بالطريقه الوحشه اللي هو واحد بيحكي القصه حرفيا. طب واحنا انت بتحكيها، طب انا هتفرج على ايه؟ ما انت بتقول لي اللي بيتعمل. هنا ما اتعملش بالطريقه دي، هنا اتعمل حلو وعجبني جدا. وزي ما انا قلت الفيلم بيحكي قصه صعود وهبوط كلاسيكيه، لكن بجد مختلفه في اخرها. انا مش عايز اقول الكلمه، يعني في كلمه معينه لو قلتها ممكن وانت بتتفرج تفضل قاعد مستني اللي انا هقولها دي، وانا ممكن اعملها بايدي كده اللي هو الفيلم عمل كده في الاخر. ودي دي غريبه عن اسلوب اصلا القصص اللي هي بتاعت الصعود والهبوط، دي مختلفه تماما. وعجبتني جدا النهايه. يعني انا كنت رايح في النهايه انا شايف الفيلم هو بيتبني قدامي باستراكشر زي ما انا لسه قايل جود فيلس، فيلم واحد بيحب الافلام جدا فقرر يعمل موقع بيسرق الافلام ويحطها على الموقع دوت. الموقع كبر ازدهر. هنا بقى بنيجي للنص يعني كده دي بدايه الصعود اهي. بنيجي بقى للفتره اللي في النص اللي هي خلاص الاستقرار، الفتره اللي فيها الموقع عالي، الدنيا تمام، في فلوس بيغسل الفلوس مش عارف ايه الكلام دوت كله. فتره حلوه وحكاها حلو وما ملتش فيها خالص. كان فيها اكشن كتير، كان فيها شخصيه دخلت في الاحداث اللي هي سلمى ابو ضيف. انا هنا مش بحرق، انا هنا هي شخصيه معانا اصلا في الفيلم من اوله، بس هي دخلت في الاحداث. في الاول كانت مهمشه شويه، بقى كده خلاص هي يعني انا
اقدر اقول اللي هي اتبنى عليها الفيلم اصلا بعد كده. يعني شخصيه سلمى ابو ضيف كانت شخصيه مهمه جدا، مش مجرد دي حبيبه البطل وخلاص، لا ده شخصيه مؤثره في الفيلم وليها دور كبير جدا لحد اخر لحظه في الفيلم. ودخلت لنا في النص كده بطريقه طبعا حلوه جدا. يعني هي مش دخلت فجاه ولا حاجه، لا هي موجوده من الاول وموجوده على طول في كل مشهد، بس اهميتها بدات تظهر في النص التاني. وكمان دوت خلى الفيلم اداله دم جديد، ما تزهقش وانت بتتفرج. شخصيه جديده دخلت عملت تغيرات كتيره، خلت شخصيات تتغير على بعض وشخصيات تحب بعض وشخصيات تكره بعض. حلو جدا، عجبني جدا في السيناريو اللي مكتوب، وعجبني جدا في طريقه اخراجه، ممتاز. وبنيجي بعد كده لمنطقة السقوط اللي هي بتبقى في النص الأخير في الفيلم. خلاص انت بتبقى قاعد، بما انك متفرج على افلام كتير شبه دي، بتبقى عارف السقوط هيبقى شكله عامل ازاي. فيجي الفيلم يقول لك لا انا مش هعمل زي ما الناس بتعمل، انا هغير لك في اخر الفيلم واقول لك حاجة مختلفة، انا هديك سقوط مختلف. ممتاز. انا مش عايز اتكلم، مش عايز احرق، انا حرفيا ما حرقتش حاجة. لو دخلت اتفرجت مش هتفهم من اللي انا قلت حاجة، ما تقلقش. بس انا بقول لك ان الفيلم مختلف، الفيلم حلو جدا، اسلوب اخراجه ممتاز. في مشهد كده وهم بيلعبوا بالعربيات كان مشهد حلو جدا ومشهد يعني اللي هو ايه، كانه مش مترتب له، كانه كان جاي عفوي جدا. واصلا ده انا حسيته في الفيلم كله، العفويه من ممثلين كتير ومن طريقه كلامهم مع بعض. مفيش حاجه مترتبه، الدنيا سلسه. عجبني الفيلم. احب اشكر مروان عبد المنعم المخرج اللي قدم لنا اول فيلم ليه، وبجد فيلم ممتاز. وانا في وجهة نظري اللي هو متأثر بسكورسيزي زي ما انا قلت، واتمنى اطلع صح يعني. وانا عايز اسمع له بودكاست او حاجة بيتكلم في الموضوع دوت، عشان انا حاسس ان هو يقول كده ان سكورسيزي اللي هو مثله الاعلى، وسكورسيزي مثلي الاعلى، اكتر مخرج انا بحبه واكتر مخرج جامد جه في التاريخ تقريبا، واكتر مخرج اثر اصلا في السينما دي في وجهة نظر انا يعني. فطبعا في مخرجين تانيين جامدين جدا وانا بحبهم، بس هو سكورسيزي بالذات بالنسبه لي ليه معزه خاصه يعني. هنبقى نيجي لموضوع المخرجين دوت في حلقات قدام، ابقى افسر فيها شويه موضوع المخرجين وحب المخرجين ومين المخرجين اللي انا بحبهم، وليه مارتن سكورسيزي مميز، وليه مثلا واحد زي الفريد هيتشكوك مميز وكده. فانا عايز اتكلم عن دوت قدام، وعايز اخلي له مساحه خاصه في حياتي عموما، عشان الاخراج دوت هو احسن حاجه بالنسبه لي انا يعني كمحمود. وايجي بيست انا هديله 9 من 10. فيلم جامد يا جماعه، فيلم حلو ممتع تتفرج عليه ما تزهقش. فيلم دراما فيه شويه كوميديا حلوين، ادانا كل حاجه احنا عايزينها. قصه حلوه، قصه لجيلي والجيل اللي بعدي كمان هتأثر فيه جدا، واللي عايش فترة ايجي بيست هيفهم كويس قصدي. وبس كده، ده كل اللي عندي، واتمنى تكون المراجعة عجبتكم، واتمنى يكون الكلام اللي انا قلته دوت مفهوم للناس، واتمنى اكون ان انا بقول اصلا حاجة كويسة. انا مش عارف لو في حد بيقول لي يا جماعة انت ما تطلعش تتكلم عن افلام تاني، وضح لي ليه، ما ترميهاش خلاص في الفاضي كده، عشان انا واحد عارف انا بقول ايه. والله لو كلامي مش حلو وضح لي. وبس، ده كل اللي عندي. واعملوا سبسكرايب ولايك والحاجات ديت، وسلام.